السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم الفراخ البيضة كتاكيت تقريبا كده. انا اول واحدة جبت الكتاكيت اخر واحدة، يعني اخر واحدة اشتريت كتاكيت في البلد لان اتأخرت فيها. المفروض دي دورة رمضان. المفروض ان هي كانت تبدأ من بدري شوية، يعني على اساس ان هو يلحق الفراخ 30 يوم او 40 يوم قبل رمضان، يعني على اول يوم رمضان تكون الدورة انتهت. الدورة دي ربنا ييسر كده بإذن الله ويعني تخلص بإذن الله. مش عارفة هتلحق قبل رمضان ولا ممكن تاخد 5 أيام و10 أيام في رمضان. ربنا ييسر يا رب. هي الدورة بتاخد 30 يوم لو اشتغلت على الفراخ صح. هي الكتاكيت لو اشتغلت عليها صح وربيتيها صح بتاخد معاك شهر بالظبط، بترمي معاك اوزان وبتفرق الفرخة. يعني لو حطيت لها يعني في حاجات كده بنعملها للفراخ علشان ايه؟ ترمي معاك وزن. يعني وزن الفرخة على 30 يوم بيبقى حوالي 2 كيلو ونص كده، تمام وزي الفل. الكتاكيت دي لسه مشتريينها بصراحة، جم فيهم مطرة وكان برد وكده. بيجي مع الكتاكيت دي في ازازة صغيرة كده مضاد حيوي بنحط منها لمدة 3 ايام، عشان الكتاكيت طبعا بتتنقل من مكان لمكان وبتاخد برد. واصلا هم جايين في يوم كان عارف، فاكرين اليوم اللي كان فيه مطر؟ هم جم في اليوم اللي كان فيه مطر، يعني الجو كان ساقع جدا، فهم تقريبا اخدوا برد. بس انا حطيت لهم برضو المضاد الحيوي زي ما انتم شايفينهم كده، وكنت حطاهم هنا في الاول اهو، كنت عامله لهم العلافه والسقايه دي. بس حسيت برضو فعلا ان الجو برد عليهم، واللمبه كانت صغيره، اللمبه كانت حوالي 50. جبت لهم واحده 200 واط اللي انتوا شايفينها دي، وحطيتهم في الكرتونه ودفتهم. لازم طبعا يتدفوا كويس جدا في المرحله الاولانيه دي، اللي هي مرحله من يوم مثلا نقول لحد 5 ايام او 4 ايام. لازم يتدفوا. التدفئه بتبقى حلوه جدا عشان كتكوت ما ياخدش معانا برد ويحصل له اسهال ويحصل له مشاكل احنا في غنى عنها بصراحه. فدورة الكتاكيت دي بإذن الله اللي هي دورة رمضان. ربنا ييسر يا رب. ربنا كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا أيام بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما حطش لايك وحط لايك، وهقول لكم الدورة دي بإذن الله. يعني ازاي تعملي دورة صح لو انت أول مرة تربي الفراخ في بيتك. بصراحة الفراخ غليت وكل حاجة غليت. الفرخة تقريبا الكيلو وصل حوالي 100 وحاجة. بس بغض النظر برضو بيقولك اللي بتتربى في البيت دي بتاخد يعني بتصرف اكتر. حتى لو كانت بتصرف اكتر، حاجة انتي مربيها في البيت بيفرق طعمها. ب... والله مش هو مش اكتر، هو بيبقى فيه فرق في الفرخة حوالي 50 جنيه. يعني انت لو ربيت في البيت 5 فرخات او 10 فرخات او 20 فرخة على حسب ما انت عايزة، ممكن تبدأي لو انت اول مرة هتربي ربي يا ست تبدأي ب5 فرخات. ال5 دول اقسم بالله لو ربيتيهم هياخدوا معاكي شهر لو استمريتي معاهم صح يعني. وحطيت لهم الدواء بتاعهم وحطيت لهم اعشاب وحطيت لهم كل حاجه صح، هياخدوا معاكي بالظبط 30 يوم هتلاقي الفرخه وصلت 2 كيلو ونص، يعني كده زي الفل تمام. الحمد لله. مش عايزين اكتر من كده. انا الفرخه لما توصل معاكي 2 كيلو ونص تمام كده، تمام انهي الدوره بقى كده. انما الناس اللي لسه خايفه ومتردده ان هي تربي فراخ في البيت، عايزه اقول لكم بصراحه ده مشروع جميل جدا جدا جدا. سواء تعمليه تبيعي منه وفي نفس الوقت تاكلي منه ليك ولاولادك، حاجه نظيفه وزي الفل. الفرخه اللي بتتربى في البيت طعمها بيفرق جدا 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 عن الفراخ اللي بنجيبها بنشتريها من بره. ده المضاد الحيوي اللي قلت لكم عليه، وبيجي معانا 3 ادويه تانية. ده اول واحد مكتوب عليه 1 2 3، الحاجات دي بنحط منها. آه يعني اول يوم، اول 3 ايام بنحط المضاد الحيوي اللي هي الازازه الصغيره. تاني يوم بنحط الازازه اللي مكتوب عليها 1. تاني يوم يعني كل ازازه من ال3 دول بنحط منها يوم، كل واحده يوم كل واحده يوم لحد ما يخلصوا. في حاجات تانية بنحط اعشاب. بنحط ايه بقى؟ بنحط في المية بس بعد ما تخلص الادوية دي. بعد 15 يوم بقى بتبتدي تدخلي بصل وحاجات تانية في الاكل، يعني ايه بتقوي المناعة عندهم. بنضرب في الخلاط بصلة صغيرة مع فص ثوم مع فصين مع ليمونة مع معلقتين خل، وبنصفي الكلام ده الطفل بتاعه بنحطه على علف ونضربه كويس جدا على علف. والمية بنحطها في مية السقاية.
الكتاكيت معانا اهي، يعني الحمد لله. بصوا هما اتحسنوا شويه، لان هما كانوا جايين بردانين خالص. يعني اليوم اللي جم فيه كان هو يوم برد، وتحسوا كده ان هو ايه، تحس الفراخ كشه شويه. حتى بص الكتكوت يعني برضه هما اتحسنوا، يعني ده بالظبط. مش اول يوم ليوم، هما هنا كده في الصوره دي كان ده تالت يوم ليهم بالظبط، ده تالت يوم. لان اول يوم جم فيه كانوا بردانين خالص، يعني كان الجو اصلا كان فيه شتاء، كانت بتمطر. فما عرفتش اصور لكم في اول يوم، فانا حبيت اصور لكم يعني وانا تعبانه اقسم بالله. فحبيت اصور لكم الفيديو ده واوريكم الكتاكيت من عمر يوم تبداوها ازاي. لو اي واحده هتبتدي تجيب الكتاكيت هتجيبها في البيت، يعني هتربيها والله العظيم مش هتندم خالص. والناس اللي خايفه عايزه اقول لكم ما تخافوش، ما تخافوش، هاتوا الكتاكيت دي وربوها وهتبقى فراخ وهتبقى زي الفل. انا كنت خايفه كده في الاول برضو، لاني كنت اول مره اربيها، فكنت خايفه منها جدا. فبصراحه لما جربتها لقيتها ان هي ما فيهاش خوف ولا حاجه، بس نمشي صح، خطوات صح، ونحط لهم الاكل زي ما انتم شايفين كده، والفرشه اللي تحتهم بننضفها، نحط الجير الاول، وبعد كده بنحط تبن او نشاره خشب يعني الموجود عندك. تمام. بنحط الميه ساعات تبقى نظيفه، الميه تبقى نظيفه، يعني بنغسلها باستمرار. تحتهم برضو لازم نظافه. طب اقول لكم على حاجه، الناس اللي بتقول ان هي بتربي فراخ وبيبقى ليها ريحه وكده، اقسم بالله انا ربيت الفراخ ما ليها ريحه خالص. يعني حتى ما حدش يعرف ان انا مربيه فراخ. ليه؟ لان ما كانش ليها ريحه، ما كانش تعمل ريحه خالص. ليه؟ لان كنت بنضف تحتها باستمرار عشان الفرخ يبقى كويس والاوزان تفرق معانا. وتلاقي الفرخ ما شاء الله خلال شهر، اقسم بالله خلال شهر هيوصل 2 كيلو ونص. وبص بقى لو كمل 40 يوم هتلاقي الفرخ دخل في 3 كيلو، 3 كيلو ونص. يعني حاجة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي محطش لايك حط لايك عشان ترفع الفيديو، وعشان غيركم برضو يستفاد. والناس اللي حابة تجيب دورة رمضان، عايزة اقول لكم النهاردة كام؟ والله مش عارفه النهارده كام، شعبان. بس انا اتاخرت فعلا، يعني المفروض انا كنت اجيب اول شعبان، بس انا اتاخرت في الدوره. بس يعني الحمد لله. هم جم الكتاكيت زي ما انتم شايفينهم كده، وان شاء الله ربنا يبارك فيهم. وان شاء الله جبت لهم العلف بتاعهم، زي ما بقول لكم علف بيبقى في الاول بادي. علف بادي في الاول اللي هو بيبقى ناعم. المية دي بنحط لهم فيها المضاد الحيوي، بيقعد 3 ايام. الازازة الصغيرة اللي وريتها لكم دي بتقعد 3 ايام نحط لهم منها. تمام. بعد لما تخلص الازازة الصغيرة بنبتدي نحط من 3 الازاز الكبار اللي انا وريتهم لكم برضو في الفيديو وانتوا شفتهم. الحاجة دي كلها بتيجي مع الكتاكيت، يعني انت مش بتتعبي في اي حاجة. الادوية بتيجي معاهم، يعني اللي بيجيب لك الفراخ بيجيب لك الادوية، بيجيب لك العلف، بيجيب لك كل حاجة. انت ما عليك الا ان انت توفري لهم مكان وتحضريهم كويس وتدفيهم زي ما انت شايفه كده. بندفيهم في مكان، في كرتونه، اي مكان عندك، يعني مش شرط كرتونه، مش شرط اي مكان. اهم حاجه ان هو يكون دافي. اللمبه لو حسيتي ان هي مش مدفياهم كويس، حاولي تجيبي لمبه في الاول 200 واط هتدفيهم وتبقى زي الفل معاهم. تمام. وهنغطيهم برضو، محدش يقول لي هنغطيهم حصل لهم احتباس حراري وكده، لا. في الاول لازم نغطي، يعني في السن في العمر ده من عمر يوم لحد 4 ايام لازم نغطي الكرتون. انما بعد كده بيبقى فيه تهوية، خلاص بيبقى هما كبروا. بعد اسبوع بقى بنبدأ نحط لهم خلطات وحاجات، يعني باذن الله هقول لكم على الخلطات والحاجات دي كلها. انما هنا كده لسه في البدايه خالص، عمر يوم، يومين، 3 ايام، 4 ايام، دول بيبقوا لسه يعني دوبك بيعرفوا ياكلوا زي ما انتم شايفين كده، ويا دوبك بيشربوا. يعني مش هينفع نحط لهم خلطات. هنحط ايه في الخلطات بقى؟ لو حطينا بعد 4 ايام مثلا او اسبوع، هنبتدي نحط الكركم. وهنحط الكركم ده هنحطه على العلف. الميه، عارفين المضاد الحيوي اللي هم الازاز الصغير دي عباره عن خل اساسا. يعني لو ما جبتهاش هتحط لهم خل، يعني معلقه خل هنحطها في الميه لمده 8 ساعات. اهم بيشربوا زي ما انتم شايفينهم كده. انا مش حاطه لهم خل ولا حاطه لهم اي حاجه، انا حاطه لهم المضاد الحيوي الازاز الصغير اللي جت معاهم. انا بقول لكم تحطوا خل لو ما كانش عندكم الازاز الصغير دي اللي هي بتاعه المضاد الحيوي.
زي ما انتم عارفين ان الفراخ غليت، كل حاجة غليت، بس الفراخ بالذات سعرها رفع. والفراخ اللي بتتربى في البيت دي بصراحة انا مجرباها كذا مرة، كنت بربيها عند ماما بصراحة، وكنت باخدها معايا كمان وانا مسافرة. طعمها بيفرق جدا 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 في الاكل. يعني بصوا،